بقالي بقولها من أول الدوري وكل شوية بتتأكد إن ليفربول الموسم ده عامل زي أرسنال الموسم اللي فات، وعشان كده مش هيكسب الدوري. ليفربول من بداية الموسم بيلعب بحماسة غير عادية أكبر بكتير من مستواه التكتيكي والخططي ومستوى اللعيبة اللي عنده، وعشان كده كلوب والنادي قرروا الإعلان عن إنه هيسيب الفريق في آخر الموسم عشان يزودوا حتة المشاعر والحماسة دي. ولكن زي أرسنال بالظبط الموسم اللي فات، الطريقة دي والمشاعر والحماسة دي كلها بتعمل إجهاد ذهني وبدني غير عادي على الفريق، لأنه بيبقى محتاج إنه يلعب بسرعة 100 كيلو في الساعة لغاية الدقيقة 90 علشان يتعادل لو خسران أو يكسب لو متعادل. وده اللي في الآخر بيعمل إصابات كتير وتخلي الفرقة تقع على آخر الموسم. ولو تفتكروا الموسم اللي فات في تقريبا نفس الوقت ده أرسنال كان أول الدوري وراح لاعب ليفربول اللي ما كانش في مستواه في الأنفيلد، وكان كسبان الماتش وفي الآخر اتعادل برضه 2-2. أرسنال بعدها بدأ انهياره وما كسبش ولا ماتش من الثلاثة اللي بعد كده. ليفربول الأربع ماتشات الجايين له 3 منهم بره أرضه، فهل الماتش المحبط ده هيكون بداية النهاية؟ أنا عارف إن الكلام اللي بقوله ده يضايق شوية ويزعل مشجعين ليفربول ومشجعين محمد صلاح، ولكن في فرق واضح بين مستوى وأداء ليفربول ومستوى وأداء أرسنال ومانشستر سيتي. يعني مثلا ليفربول السنة دي لاعب أسوأ فريق يمكن في تاريخ مانشستر يونايتد 3 مرات، مرتين في الدوري ومرة في الكاس، ما كسبش ولا مرة، خسر في الكاس وتعادل رايح راجع في الدوري. وده مش بس أسوأ فريق في تاريخ مانشستر يونايتد، ده يمكن يكون أسوأ فريق تكتيكي وخططي في الدوري كله. مانشستر يونايتد الموسم ده بيتشاط عليه على الأقل 25 شوطة كل ماتش. مفيش فريق في الدوري اتشاط عليه أكتر من مانشستر يونايتد إلا أخير الدوري شيفيلد يونايتد. بالرغم من ده ليفربول ما عرفش يكسبه ولا مرة. مش بس كده، مانشستر يونايتد أصلا هجومه وحش ومسجل لحد دلوقتي في الدوري نفس الأجوان اللي مسجلينها فرقة لوتون اللي بتيجي في المركز ال 18. بالرغم من ده في آخر ماتشين سجلوا 6 جوان في فرقة ليفربول. دي الحاجة اللي صعب قوي نتخيلها تحصل مع أرسنال أو مانشستر سيتي. بالرغم من وجود ليفربول في المركز الثاني، ولكن واضح جدا ان من بداية 2024 يعني في اخر 11 ماتش وليفربول عنده مشاكل. لغاية اخر 2023 كان ليفربول في المركز الاول بفرق 4 نقط عن مانشستر سيتي و5 نقط عن ارسنال. دلوقتي الفرق ده راح. في نفس الفترة دي مثلا ارسنال استقبل 5 اجوان متوقعة بس في ال 11 ماتش اللي لعبهم. ليفربول استقبل 13 ونص هدف متوقع، وده نفس العدد اللي استقبله توتنهام، نوتنغهام فورست وسيرك تشيلسي. بصراحة الفرقة اللي هتكسب الدوري لازم زي ما بتكسب الفرق الصغيرة تكسب الفرق الكبيرة. ليفربول من بداية الموسم لعب 8 ماتشات ضد الفرق اللي موجودة في الست المراكز الأولى في الترتيب، كسب ماتش واحد بس. فبصراحة صعب جدا إن احنا نتخيل فريق يكسب الدوري بالنتائج. طيب أنا قلت إن أداء ليفربول وأرقامه أقل بكتير من أرسنال وسيتي. سيتي مش هتكلم عنه لأن احنا خلاص عارفينه وعارفين يقدروا يعملوا إيه وعارفين قد إيه عندهم خبرة إنهم يكسبوا بالدوري. فأيا كان أرقامهم وأيا كان مستواهم عندهم القدرة إنهم يكسبوا بقية كل ماتشاتهم وياخدوا الدوري برضه. تعالوا نتكلم شوية كده عن أرسنال والأرقام اللي بيعملها، لأن بالرغم من إن أرسنال عنده أقوى هجوم في الدوري لحد دلوقتي ولكن دفاعه بجد حاجة غير طبيعية. يعني مثلا أرسنال عمل 5 كلين شيتس في آخر 5 ماتشات لعبهم بره أرضه في الدوري. مفيش فريق في الدوري كله عمل 5 كلين شيتس، مش بس في آخر 5 ماتشات، لا في الدوري من يوم ما بدأ بره أرضه. أرسنال من بداية 2024 ما تأخرش في النتيجة في ال 11 ماتش اللي لعبهم ولا حتى دقيقة واحدة بس، بعكس ليفربول اللي دايما بيخش في جون ويحاول يعوض، وده معناه انه بيبذل جهد ذهني وبدني اقل بكتير من مثلا ليفربول، وحاجة زي كده ممكن تساعده ان مستواه ما يقلش في اخر 7 ماتشات. ارسنال بيجي في المركز الاول مش بس في الترتيب ولكن في كل الارقام الدفاعية، ودي الحاجة اللي وصلته بما انه عنده اقوى هجوم انه يبقى عنده احسن فارق اهداف في الدوري كله وبفارق كبير عن ليفربول وسيتي. وفارق الاهداف ده لو النقط اتساوت في الاخر ممكن يكون بقيمة نقطة زيادة. فارق اهداف زائد 51 اللي مع ارسنال دلوقتي ده اكتر فارق ارسنال يحققه في الدوري في تاريخه من موسم 2004 2005 لما كان معاه برضه زائد 51. ولو عايزين نتخيل كده قد ايه ارتيتا عمل شغل غير عادي في الفريق ده، ففي اول موسم له مع ارسنال خلص الدوري جايب 55 جون بس. واحنا لسه فاضل لنا 7 ماتشات فارق اهدافه 51.
طبعا كليشيه الدوري لسه في الملعب شغال، واي حاجة ممكن تحصل، ولكن اختبار العين واختبار الارقام بيقولوا ان ارسنال ومانشستر سيتي فرصهم في الفوز في الدوري اكتر من ليفربول. ولكن الكرة عودتنا انها مجنونة واي حاجة ممكن تحصل، فخلينا نشوف هيحصل ايه. اشوفكم الحلقة الجاية.